السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد، حيث نوافيكم بكل جديد عن نجوم المنتخب الوطني الجزائري. البداية مع خبر أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل. الدولي الجزائري يوسف بالليلي يعلن عودته إلى نادي الترجي التونسي بطريقة غير متوقعة. بعد انتشار أخبار قوية حول اقترابه من الانضمام إلى مولودية الجزائر، يفاجئ بالليل الجميع ويظهر بقميص الترجي، ويقوم بتدريبات فردية تحضيراً للالتحاق بزملائه في التربص الجاري بعين الدراهم. المثير في القصة أن بالليل كان نشر في وقت سابق ستوريات فيها أغاني لمولودية الجزائر، وخلى الناس تهدر بالزاف وتقول راهي صفقة قريبة. لكن بعدها خرج بستوري جديد بقميص الترجي ومعه أغنية تونسية، يعني حسمها بطريقة غير مباشرة. بالليل ظهر في التدريبات يوم اثنين وكان واضح أنه فرحان، وبهذه المشاركة الفعلية بالليل حط حد لكل الشائعات الأخيرة اللي ربطت اسمه بالمولودية، خاصة بعد غيابه عن أول أيام التربص. في الختام، وش رأيكم خوتي في عودة بالليل إلى الترجي؟ هل تشوفوها خطوة في محلها؟ وهل قادر يفرض اسمه من جديد ويعطي الإضافة اللي ينتظرها الجميع؟ خلوا تعليقاتكم واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش توصلكم كل جديد من أخبار منتخبنا الوطني ونجومنا في الخارج. نلتقي في فيديو جديد بإذن الله.